ازيك يا برو؟ ازيك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة التايبوجرافي. النهاردة نبدأ نتكلم شوية عن الاساسيات بتاعة التايبوجرافي. اول حاجة عايز اقولها هي الموقع ده اول موقع اللي نبدأ نتعلم عليها ونشتغل عليها، واللي هتبقى فيها صوت كبير في الفيديوهات اللي جاية، وهي الفونت ستراكت. دي بتقدم ان احنا نقدر نكتب او ان احنا نقدر نعمل ديزاينز على الشبكة التربيعية، ونقدر نلعب في الشبكة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. وهي الوحدة بتاعتها زي ما قلت قبل كده هي البيكسل او فمن بعض الاساسيات نبدأ كده. احنا هنبدأ نتكلم عن الخط العربي الكوفي زي ما اتكلمنا عن اصله في فيديوهات قبل كده. اول حاجة دي الواجهة بتاعت الفونت ستراكت زي ما احنا شايفين كده. هو بيبقى عامل ازاي؟ اول حاجه هو بيبقى فيه الوحدات بتاعتنا اللي بنشتغل بيها. يعني انا مثلا لو عايز اعملها دوائر تبقى المنظر ده كده. حلو. او ان انا عايزها مربع او مثلث وما الى ذلك، ان انا اعمل بيها تصاميم مختلفه وكده. لكن اللي احنا بنشتغل بيه المعظم وهي البلوكيه دي. جميل. بعد كده نبدا ان احنا نشتغل، نشوف الاساسيات بتاعتنا. الشبكه لازم ان انت تعملها الوحدات كلها متساويه. دي قاعدة، لكن ساعات القاعدة دي بتتكسر، لكن بتخلي الفراغ أقل من الكتلة. جميل. يعني أنا ممكن أعملها مثلا بالمنظر ده. أنا إزاي أعمل الاتنين بالمنظر ده؟ مثلا كده لو أنا عايز أعمل حاجة زي، أخلي مثلا الكتلة عبارة عن إيه؟ عبارة عن بلوكات، مثلا بلوكات بالمنظر ده. حلو. مثلا يعني جميل. فأنا كده عملت إيه؟ فأنا كده خليت البلوكية عبارة عن إنها الكتلة بتاعتها أزيد من مين؟ بالفضة. جميل. ممكن في نفس الوقت أنا ممكن أعملها كده، ممكن أعمل نفس الكونسبت بهذا الشكل. لكن إيه الفرق بين إيه إن إحنا بنبدأ نعمل تصميم زي أي حاجة، أي تصميم في الدنيا. أنت كده بتعمل بوستر أو ديزاين أو أي حاجة، إن أنت بتقدر تلعب في الكتلة والفراغ إن أنت تعمل ديزاين معين. جميل. فاحنا نبدأ نتكلم النهاردة على بعض الأساسيات، ونبدأ نتكلم عن بعض أشكال الحروف ايه اللي احنا هنبدأ نشتغل بيها. فحروف الكوف التربيع انا هنزل لكم في الفيديو، هبعت لكم ملف او صورة فيها الموجودة في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هتلاقوا فيها اللينك بتاعها على الدرايف في مكتبة للحروف والستايلات، ان انت تخش وتبدأ ان انت تظبط الحاجات دي فيها. فمن اول الحاجات اللي انت لازم تعرفها ان الكتلة بتاعتك لازم المقاس بتاعها يكون فردي مش زوجي. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده مثلا انا عايز اكتب حرف الت. حلو. فبالتالي انا ما ينفعش اعملهم الارتفاع اللي هي الرأسي او بالعرض، ان انت تعمله مثلا ادي كده 4 وادي كده مثلا ادي كده 3 و3 مثلا 6 و4. ما ينفعش تعمل حاجة زي كده. هتقول لي طب ليه؟ اقول لك مش هينفع. شايف المنظر ده؟ طب انا احط الوقت النقطة بتاعتي فين؟ جميل. لكن ايه الصح؟ ان انت تعمله فردي. يعني مثلا 3 بلوكات ومثلا 5، 1 2 3 4 5. جميل. وتحط النقطة هنا بقى نون مثلا. حلو. طب أنا عايز أعمل حاجة زي كده، وأدي النقطتين بتاعتي، وأدي بقى كده وأنا عايز أعمل مثلا. حلو. طبعا كل حرف بيبقى ليه شكل معين. يعني مثلا دي كده ممكن جميل. أو ممكن أمدها وتبقى بالمنظر ده كده. ممكن والنون نفس الكونسبت هي والته مثلا، او نفس الكونسبت بتاعها هي. والب نفس الكلام، ان انت ممكن تحط تحت بالمنظر ده كده. هنبدأ نتكلم على شوية اشكال للحاجات اللي زي كده. ونفس القاعدة دي مش على الحروف بس، القاعدة دي بتمشي على الكلام كله. يعني انا مثلا عايز اكتب دلوقتي مثلا زياد، فانا مثلا ادي كده 1 2 3 4 5 6 اعمل كده. حلو. او ان انا ايه 1 2 3 4 5 6. يلا بينا. حلو. فمثلا حاجه زي كده او ايه
كده مثلا ادي كده. كده مثلا ايه كده، انا هعمل ايه حرف مين انا. حلو. فكده مثلا اهو زياد زائد د اهي. مثلا كده زياد. حلو. فلو عدينا دي كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. وبرضه هنلاقي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. ده كده مربع. أنا ممكن برضه أعمله مطول شوية، لكن في نفس الوقت لازم يفضل إنه عدد فردي. تسعة سبعة خمسة تلاتة كده يعني. حلو. طب أنا مثلا عايز أكملها حلو. فأنا مثلا هعمل كده أهو. حلو مثلا كده أهو. إيه كده الميم. هو إيه الحوار بتاعها سهل. إيه أنا بس عشان ننجز مع بعضينا. مش كده مع بعض واحدة واحدة. ادي كده مين كده فكرة بقى الموقع ده انه مفيهوش فول زد. لازم عشان اعمل عنده لازم اروح اعمل كده حاجة. موقع بطيء شوية سيكا، بس ايه قضي الغرض اسرع بكتير من المواقع التانية المختلفة. فاهو مثلا كده اهو. جدا حلو. انا كده عملت ايه زياد همام مثلا. بعد كده انا ممكن اعمل دي كمان اسهل شوية كمان من التانية، بتخليك ليك حرية افضل ان انت ماشي حاجة زي كده اهو. حلو. بس بتخليك ان انت لازم تسيب الماوس عشان تقدر تظبط حاجة زي كده. جميل جدا. ادينا كده كمان بروزت الايه الحاجة. جميل. انا كده مثلا كتبت ايه اسمي زياد همام. حلو. وبهذا المنظر برضو في القواعد مثلا حاجات اللي زي كده المدود او اشكال الحروف، ان انت لازم تحفظ تبدأ شكل الحروف وتبدأ ازاي اوصل ما بين الحروف. جميل. وفي بعض برضه حروف انت لازم تبقى عارف، طب انا الوقت انا عايز اقفل مساحات، لازم فيها ما تسيب القواعد اللي بعد كده ان انت ما تسيبش اكتر من مربع. يعني مثلا نقطة كده ادي الخط مربع، يعني ما ينفعش اروح اعمل كده. ما ينفعش. او يا عم ممكن اعمل حاجة زي كده تلاقي مثلا كده. فبالتالي لا، لازم هو الكتلة اللي انا عايزها تبقى بالمنظر اللي احنا كنا شغالين بيه. حلو. دي كده بالنسبة للفراغات. جميل جدا. هنبدأ ناخد بعض أشكال الحروف بشكل سريع كده عشان ما نتوهش مثلا كده، وبشكل سريع فنقدر إن احنا ناخد أشكال نص الحروف أو حاجة، أو نبدأ ناخد الأشكال. فمثلا الألف من غير همزة هي بتبقى جميل. ولازم تتأكد إن العدد، أنا مش متأكد بس إيه لازم تتأكد إن العدد إيه عبارة عن إيه، عبارة عن فردي. جميل. لو هنقولنا دي كده تلاتة ودي كده تلاتة فالمفروض يبقى تسعة. حلو حلو. في شكل تاني، الشكل تاني بيبقى مثلا عامل كده. حلو. في نفس الوقت كده برضه دي عشان تقفل مساحات زي ما انا كنت كاتب في زياد. حلو. يعني انا لما كنت كاتب في زياد كنت مثلا عامل كده، بس هو انا عشان ايه اوريك الدنيا هتبقى عامله ازاي. فانا كنت في زياد رحت عامل الالف اللي هي دي كده. ودي النقطتين ودي تنزل تحت. جميل.
بالظبط كده. فهي الالف بتبقى عامله كده عشان تقفل ايه المساحه، زي ما قلت ما ينفعش اسيبها كده. حلو. لازم تبقى مقفوله بلوك كده على بعضها. بعد كده من الحاجات اللي احنا برضو لازم نشتغل عليها الوصل، ان انا الحرف ابدأ اكتبه يعني فرد لوحده وموصول. يعني مثلا الالف موصول زي ما كانت برضو في زياد. حلو، بتبقى المنظر ده كده، او ممكن تمدها برضو. هنا مثلا يعني لو عايز توصلها مثلا بحرف الميم، او زي ما انا كنت في همام مثلا اهي كده، فقفلت طب انا ممكن اصلا كنت اعمل حاجه زي يعني. حلو. وممكن يعني مش طب هل انا ممكن اعمل كده؟ اقول لك لا. يعني هل الالف هتبقى في طول الميم؟ فاكيد لا. فلازم تراعي الاطوال بتاعتها، وانها لازم تبقى اطول، وفي تشابهات في حروف متشابهه. وهتيجي قدام ان مثلا الر ممكن تبقى شبه الدال. انا اعمل كده والر عامله كده. الفرق في الحجم بالظبط. جميل جميل. بعد كده مثلا الب والت والحاجات اللي زي كده واتكلمنا عنها، او النون وكده. يعني مثلا هتبقى حاجة زي كده مثلا اهو. فالنون مثلا ممكن الت برضو اهي، والس مثلا اهي، مثلا الث. وممكن زي ما قلت لك ممكن اشكال نعمل كده عشان نقفل هات. طب والب، نفس الكونسبت اهو كده الب. حلو. طب بتقولي طب ما فينا نقط فينا مساحات، اقول لك ما هو بقى انت في شطارتك في التصميم ان انت تظبط حاجه زي كده. جميل. بعد كده اللي هي الجيم والخاء والجيم والحاء والخاء. جميل جميل. فهي بتبقى بالمنظر اليمين حاء. طب اختها الجيم سهله قوي جدا اه. حلو. طب اه نفس الكونسبت. لكن هتعمل ايه مثلا؟ هتبدا. حلو حلو قوي. طب انا عايزها موصوله. انا عايز الجيم او كده موصوله. فيا عم اقول لك ما في اسهل كده، ان انت تعمل كده اهو. حلو اهو، او كده اهو، او من غير قصد. حلو حلو قوي. ومنها اشكال تانية. يعني مثلا في برضو من الشكل الكيمو كده، ان انت تعمل حاجه زي كده بالمنظر ده كده. ده كده ايه حرف الجيم او الخاء او كده، إيه؟ تبقى موصوله بالمنظر ده كده. ده شكل من الاشكال. وحط انت لازم تبقى عارف الاشكال، وانا هبعت لكم الاشكال بتاعتها او هتتعرض اهي جنبينا كده الاشكال كلها. ان انت تبدا ان انت تكمل على هذا النهج، ان انت تمشي حروف، ان انت تشوف الحرف مفرد ومتصل، وتبدا تشوف الاستايلات المختلفه يعني. جميل جدا جميل جدا. هنبدا بقى نراجع بعض القواعد في الحاجات اللي زي كده. زي ما اتكلمنا ان انت لازم يبقى حاجه فردي، وان انت تشوف الشبكة بتاعتك دي واحدة. هل واحدة إن الكتلة قد الفراغ؟ لا مش شرط. زي ما وريتك مثال إن الفراغ هو الفراغ أصغر من البلوك ذات نفسه. لكن هل ممكن فراغ في حتة كبير وفراغ في حتة صغير في نفس الكلمة؟ مش هتنفع. أنا ممكن أمشي في كلمة بالمنظر ده كده بعدين أعمل كده؟ تنفع؟ لا طبعا.
فبالتالي انت لازم تساوي الوحدات، هل انت هتمشي بلوك كده والفراغ كده او العكس. فانت دي حاجة انت لازم تراعي فيها. ممكن كمان يكبر، يعني مثلا ممكن تخلي البلوك بهذا المنظر ان هو مثلا عبارة عن 5 كده، ايه 3 4 5. هتلاقي ان الايه، هتلاقي في الاخر الوحدة بتاعتك لو 5، فهتلاقي مثلا البلوكات حلو. فبالتالي الخط بتاعك هيصغر جامد. حلو اهو. اهو مثلا دي كده عبارة عن ايه، لو رجعنا مثلا كده ادي كده بلوكاية مثلا، بلوك وبلوك. حلو، حلو قوي. انت كده صغرت بالظبط الايه الفراغ. حلو. فممكن تلعب في الكتلة بكتير، ان انت تكبرها قوي او تصغرها او تلاقي ايه ايكوال مع الفراغ. كده نكون خلصنا اول فيديو في سلسلة التعليم غير بعد التاريخ، طبعا الفيديو اللي فات. طبعا يا برو ما تنساش تتابعني وتابع الفترة الجاية لأنها فترة قوية جدا ليك.